السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. حبيت أن نطلب من السيد الرئيس الغنوشي والسيد رئيس الجمهورية محمد السيد الدكتور المرزوقي ومن سي حماد جبالي ومن الحكومة الوقت عبد الرحمن سقير. تكلمت على خاطر الزوالي، تكلمت وقت رضيت الناس معناها تقلبت على الثورة وحبوا ينظفوا رواحهم. انا تكلمت لاني زوالي عبد الرحمن سقير عندي الجنسيه البريطانيه ولا غيرني لا منصب ولا جنسيه بريطانيه. انا انسان مسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا كلامي وفاء والاشرطه نتاعي وفاء، واذا عملت حتى تهديد ولا هددت انا هددت في حب عن تونس، لانه والدي المناضل الله يرحمه علمني انه الوطن هو العزه والكرامه. أنا دفعت على تونس ودفعت على ما بدأ الثورة. الفيديوهات متاعي وكلامي وفاء مع انتخاب حركة النهضة. حكايتي أنا من الغادي وفات، أنا من توا نحب نرجع لبلادي ونحب نستقر في بلادي ونفرح بصغيراتي، ونحب نقول لك يا سي راشد الغنوشي أنا كنت نقدر نعيش في بريطانيا، أما أنا مسلم ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندي بناية الملائكة نحب نفرح بهم ونعيشهم في تونس ونكبرهم في تونس ونحب نموت في تونس. نطلب منك الفضل، انا لاني ارهابي ولاني قتلت حد ولا جبت سلاح ولا هددت. نطلب منكم الفضل باش تسامحوني حتى انا غلطت في حق اي تونسي، وانا راني بحول الله بعد اسبوع بعد جمعه مش نروح مع بنيتي لتونس. واذا انتم ريتوا باش تحطوني في الحبس ولا تحكموا عليا انا راضي بها، ما حطوا في بالكم حتى بعد ندخل للحبس ونخرج من الحبس مش نقعد ندافع على الزوالي، لأنه حكاية برنسيبي وحكاية مبدئي، وأنا في بيت ربي هنايا ندور في العالم ونعرف بديني وراني مسلم وفخور وتكلمت على خاطر الزوالي وتكلمت على خاطر ديننا وتكلمت على خاطر الإسلام. نطلب منكم الفضل باش تراعيوا ظروفي وترجعوني لبلادي، ودموع اللي تراو فيها هذه إلا دموع رجال. عبد الرحمن سقير راجل وولد راجل وما يبكينيش لا حبس وما يبكيني لا شيء، يبكيني هالصغيرات هذايا، يبكيني يا سي راشد الغنوشي اللي انت قبلت حكمت بالاعدام، يبكيني يا سي حماد جبالي اللي انت قبلت حكمته بالاعدام ورجعتوا لتونس، يبكيني الا بعد 14 جانفي وانا مازلت محروم من بلادي. نطلب منكم الفضل باش تراعي وضعيتي، وانا راني قررت ونأكدها للشعب التونسي، اني قررت مش كما المرات اللي فاتت، قررت مش نروح لتونس ومع صغيراتي ولا يكتبه لي ربي انا راضي به. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.